هل تم بالفعل إصدار قرار بمحاسبة محمود الخطيب؟ وإمام عاشور قلب أوضة اللبس في النادي الأهلي وصفقات الأندية للموسم الجديد. قبل ما نتكلم في تفاصيل الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتعمل متابعة للصفحة، وأحب أشكر كل الناس اللي بتتفاعل معايا في الصفحة، سواء بلايك سواء بشير سواء بأي كومنت نقد او تعليق ايجابي عن المحتوى اللي انا بنزله. واتمنى يزيد عدد ابرز المعجبين للصفحة كل فترة. طبعا لازم اشكر الناس اللي بتدعم الصفحة بلايك او بشير او على الاقل ان هي عاملة متابعة للصفحة. ندخل بقى في لب الموضوع. من فترة مش بعيدة كده سمعنا قرار من مجلس النواب ان هيكون الفترة المحددة لرئيس اي نادي فترة 8 سنوات فقط لا غير، مش مفتوحة زي ما كانت موجودة قبل كده. طبعا النادي الاهلي كالعادة حب يتدخل في شؤون الدولة وقال لك احنا لازم نناقش القانون ده، والقانون ده مش عاجبنا وعايزين نشوف حساسياته واساسياته والخزعبلات بتاعت النادي الاهلي وبيانات النادي الاهلي دي. الاهلي كان داخل على كاس العالم، وطبعا في ناس بتدعم النادي الاهلي من الدولة بفلوس ومساندات اعلاميه، لدرجه ان هم كانوا مخصصين القناه الراعيه للكره المصريه عامه مش للنادي الاهلي ان هي تعمل معسكر للنادي الاهلي في امريكا علشان خاطر مشارك في بطوله كاس العالم للانديه. في مشاكل كتير للنادي الاهلي محدش اتكلم عليها، لان الناس كانت حاطه امل كبير في محمود الخطيب او كابتن محمود الخطيب ان هو هيعمل حاجه بالفلوس اللي اندفعت في النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، ويكون في مقابل للفلوس اللي اندفعت دي. احمد سيد زيزو جبناه من الزمالك برقم وقدره بمساعده الناس اللي بتدفع فلوس في النادي الاهلي، المسؤولين اللي بيدفعوا فلوس للنادي الاهلي علشان خاطر تدعيمات للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اي مشكله حصلت ما بين احمد سيد زيزو وما بين نادي الزمالك هنركنها الفترة اللي جاية، لان احنا المسؤولين واحنا اللي متحكمين في الرياضة في مصر. نجيب لك صفقات مفتوحة، اي لاعب انت عايزه حطه فيه الرقم اللي انت عايزه، ومعاك ميزانية مفتوحة للاستاد بتاعك. الفلوس دي كلها بتدعم النادي الاهلي. وكابتن محمود الخطيب طبعا كان مهيأ لهم ان النادي الاهلي هيروح كاس العالم للانديه ويجيب الدب من ديله. اعلانات لامام عاشور، اعلانات لاحمد سيد زيزو، اعلانات لوسام ابو علي، اعلانات بن رمضان، اعلانات للشناوي، اعلانات لكل الفريق. وكمان الاهلي هيحقق مركز في كاس العالم للانديه يدخل الفلوس اللي اتصرفت على اللاعيبه دي. الاهلي راح كاس العالم للانديه ما قدمش اي حاجه من اللي المفروض كان يقدمها، واللي المفروض كانوا دافعين فلوس علشان خاطر النادي الاهلي يقدمها وياخدوا مقابل للفلوس اللي اندفعت دي. النادي الاهلي ابيض يا ورد. جه الاعلام فتره كده في فتره النزاهه والنقاهه ان هو لسه راجع من كاس العالم للانديه، قال لك النادي الاهلي احسن ربع مجموعه، النادي الاهلي شرف مصر في بطوله عالميه. النادي الاهلي بدا يظهر فيه مشاكل. طبعا شفنا التصديق على قرار ان رئيس النادي يكون الفتره بتاعته 8 سنوات فقط لا غير، وشفنا اداه بتستخدم في الاعلام الفتره الاخيره الا وهي كابتن مصطفى يونس اللي دايما بيهاجم النادي الاهلي. فجأة كده الناس طلبت منه ان هو يكون عنده قناة على اليوتيوب، فجأة كده بقى يتكلم على اليوتيوب ويقول فضايح وكوارث ومستندات وعندي مش عارف ايه وايه وايه، وهتودي النادي في داهية. المشكلة مش في هنا، المشكلة ان كابتن احمد شوبير الاعلام المتحدث باسم النادي الاهلي والمتحكم في اعلام النادي الاهلي يطلع يقول لك يا كابتن مصطفى لو معاك مستندات قدمها، ولو معاكش مستندات طبعا احنا هنقدم فيك بلاغ للنائب العام. ومعنى ان احمد شوبير يقول الكلمة دي معنى ان في غضب كبير على محمود الخطيب. احمد شوبير هيطلع يلقح تلقيح نسوان اللي احنا مش تايهين عنه. لو مفيش غضب على محمود الخطيب كابتن مصطفى يونس هيكون في قناة MBC مصر، هيطلع في اي قناة يقول التصريحات اللي هو بيقولها ومحدش بيسمع بيه، مش فجأة يكون ترند الاعلام الرياضي المصري.